اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. خلاص عزمنا كل الحبايب، الاهل والاصحاب والعيلة كلها، بس نسينا اهم حد. احنا مش نسيناهم، احنا خليناهم شوية علشان نكون مستعدين ليهم ونعمل لهم كده عزومة تشرف. هم دول بجد الناس اللي تستاهل فعلا العزومة. احنا اللي محتاجين نعزمهم ومحتاجين ندور عليهم، مش هم اللي محتاجين لنا ومش محتاجين ان هم اللي يدوروا علينا. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل عزومة. لا دي مش عزومة، ده كان احلى اطعام هنعمله مع بعض، وجبات الخير هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. ما نخافش ابدا من العدد لو احنا رتبنا امورنا وعرفنا هنعمل ايه وحددنا الاصناف وبدأنا في الوقت الصح. بإذن الله هنلحق وقتنا وهنعمل حاجة في منتهى الجمال. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ أحب أفكركم أنا أمنية ودي قناتي، ولو دي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نشوف هنعمل العزومة أو الإطعام الجميل ده إزاي. وعايزة أقول لكم إن في ساعتين وأقل هتكون كل حاجة جاهزة، وتعالوا نشوف هنرتبها إزاي عشان نكسب وقتنا. اول حاجه هنا جهزتها هي البصل اللي هتبل بيه الوراك. العزومه بتاعتنا النهارده او الاطعام كان وراك وكان رز بسمتي وكان معاهم بطاطس مشويه. عايزين نتفق على اتفاق، لما يكون عندنا عزومه او حاجه كبيره نحاول نبسط على نفسنا. انا هنا عملت كيلو من البصل او كيلو ربع، حطيت عليهم 4 معالق كبار من بهارات الفراخ الجاهزه، من غير ما احط بقى اي حاجه تاني. كل اللي حطيته بهارات فراخ جاهزه وملح وفلفل اسود، وعصرت حوالي 4 ليمونات على ال 15 ورك، وكمان ضفت حوالي ربع كوبايه من الزيت. وفرت على نفسي مجموعه البهارات الكتير اللي انا كان لازم اوفرها واجيبها. بكل اللي انا عملته ان انا جبت بهارات فراخ جاهزه دي بتبقى فيها كل حاجه. بعد كده جبت الوراك غسلتها كويس بليمون وملح ودقيق وصفتها. عايزه اقول لكم ان انا عملت المرحله دي قبل الاطعام بيومين 3. جبت الوراك غسلتها براحتي وصفتها وشلت منها اي حاجه مش مستحبه وخليتها زي الفل وسبتها تتصفى براحتها. وبعد كده جهزت التتبيله اللي هي كانت بصل، وكمان كنت فرمه معاه قرنين فلفل اخضر شطه او احمر، بيدي طعم حلو جدا. وما تخافوش ما بيكونش الاكل حامي ولا حاجه، بيدي بس تطعيمه كده حلوه، وكمان بيدي ريحه حلوه للفراخ الفلفل الاخضر الحامي. وكنت ضايفه البهارات زي ما اتفقنا، بهارات فراخ وملح وفلفل وعصير ليمون والزيت. ده كل اللي انا حطيته. هاخد كده الوراك، انا كنت مفتحاها كده علشان تشرب كويس من التتبيله وعشان كمان تستوي بسرعه. هاخد الوراك اتبلها بالشكل ده. وهنا كانت جاهزه، دول كان حوالي 15 واحد، تبلتهم كده كويس وبراحتي بالليل كده وانا قاعده، وخلصت منهم خلاص. غطيتهم كويس جدا وغلفتهم كويس جدا، وعلى طول على الفريزر اتجمدوا كده. بقى اكبر جزء في الاطعام سواء هنعمل اطعام او عزومه، المهم ان لو عندنا عدد كبير نعمل كده. يوم الاطعام الصبح او يوم العزومه او حتى من ساعه السحور بطلع الطبق طبعا كله مجمد، بحطه كده على الرخامه يفك منه التجميد لحد الصبح. وبعد كده ممكن احطه على رف التلاجة لو اتفك بسرعه، بس هو هيفضل متجمد لحد ما نيجي نشتغل فيه عادي. خلاص راح منه كل التجميد. حطيته في صاج مفروش ورق من ورق الفويل عليه رشة زيت، ورصصت الوراك بتاعتي ودخلتها على فرن درجة حرارة 200 على الرف الأوسط. بتقعد ساعة وربع ساعة ونص حسب الكمية وحسب قوة الفرن عندك. في الفترة دي كنت مجهزة بطاطس غسلها كويس جدا من بره بقشرها زي ما هي. أنا مخصصة فرشة أو ليفة من بتاعة المواعين، بس أنا ما غسلتش بيها مواعين، دي لسه خارجة من الكيس بتاعها جديدة ونظيفة. بخليها للخضار سواء بطاطا جزر بطاطس أي حاجة أنا عايزة أغسلها من بره. قطعت كده كمية البطاطس كلها، دول كانوا حوالي 2 كيلو من البطاطس. حطيت عليهم شوية ملح معلقتين مثلا كبار، وحطيت عليهم مية ودخلتهم على البوتاجاز من فوق ياخدوا غلوة واحدة. يلا عقبال ما ياخدوا الغلوة نجهز الرز. نص كوباية من الزيت، نزلت باللومي والقرفة والحبهان ورق اللوري. اول ما ريحتهم كده طلعت كنت غاسلة كيلو من الرز البسمتي. كيلو الرز البسمتي بيعمل معانا كيلو الرز البسمتي بيعمل معانا 10 وجبات، دول كانوا كيلو ربع بيعمل معانا حوالي 15 وجبة، وكمية الرز بتكون حلوة. نزلت بالرز المغسول والمتصفي انا ما نقعتوش، وضفت عليهم حوالي
على الكيلو وربع من الرز ضفت عليهم حوالي معلقتين كبار مليانين من بهارات رز الكبسة. زي ما اتفقنا علشان نوفر على نفسنا نجيب بهار جاهز نوع كويس، ده هيوفر علينا جميع البهارات اللي احنا هنفضل نحطها. ضفت ايه بعد كده؟ ضفت بودرة لون زعفران، وده سر الرز اللي احنا بنجيبه من بره وبيبقى لونه عاجبنا، لونه برتقاني كده وحلو، بيبقى اللون ده اللي هي بودرة الزعفران البودر. بعد كده ضفت الفلفل الاسود وندوق بعد ما نحط العقد او الميه. نخلي بالنا ان الرز البسمتي طالما ما نقعناهوش بياخد ضعف الكميه ميه. انا هنا كنت حاطه كيلو او مثلا حاطه 4 كوبايات رز، احط عليهم 8 كوبايات ميه. ندوق بقى دلوقتي الحدق بتاعه، لان في بهارات بيكون داخلها ملح وفي ما بيكونش فيها ملح. ندوق. خلاص ظبطنا الملح بتاعنا على نار عاليه ياخد غلوتين، واول ما يتشارب نهدي النار. انا هنا كنت بعمل توليفه بهارات حلوه كده عشان نرشها على البطاطس قبل ما ندخلها الفرن. كانت عباره عن بابريكا مدخنه وتوم باودر وملح وفلفل وشوية زعتر، وضفت كمان بهارات جاهزة اسمها بهارات الشرق الأوسط، دي بتكون حلوة قوي من عند العطار، وعايزة أقول لكم إن إحنا ممكن نستكفى بيها هي بس. هنا البطاطس بتاعتنا أخدت غلوة واحدة على النار، يعني هنحط عليها المية من الحنفية ونحطها على البوتاجاز. مجرد ما تبدأ تغلي المية هطلعها أصفيها كويس، وهحط عليها شوية من الزيت، حوالي ربع كوباية من الزيت طبعا على الكمية دي كلها، وهحط البهارات. نحط الزيت الأول وبعد كده البهارات عشان البهارات تلزق في البطاطس. الرز بتاعنا اتشارب وناجح، ونعرف ازاي ان هو ناجح لما نلاقيه عمل الحفر الصغيرة دي، يبقى كده هو مظبوط. بعد ساعة او ساعة وربع كانت الفراخ بتاعتنا طلعت جاهزة وفي منتهى الجمال، وهي في الفرن من وقت للتاني كنت بفتح واخد كده بالفرشة وادهن الفراخ من الدهون اللي هي منزلاها، بدهن كده وشها عشان تبقى بتلمع كده واخده اللون الذهبي الجميل ده. طبعا زي ما احنا عارفين ان شكل الاكل بيفرق جدا قبل طعمه، واحنا نعمل كل حاجه على احسن وجه كانها بتتعمل لنا او بتتعمل لاهل بيتنا، بالعكس نعملها احلى كمان من اللي بنعملها لبيتنا. رشيت على الفراخ كده رشه من البقدونس الاخضر وبعد كده او اي حاجه خضراء، وبعد كده كنت مولعه فحم كده على البوتاجاز يسخن، وحط فيه الفحم ده بشويه من الزيت، وهغطيها بسرعه. وبكده بقى عندنا وراك مشويه بريحه وتدخينه الفحم تحفه، بدل ما نضطر ان احنا نوديها تتشوى بره. احنا هنا ضامنين النظافه، ووفرنا كمان بدل ما نشوي الكميه دي كلها بره بتاخد مبلغ كبير. هنسيبها كده ونغطيها عشان تتدخن كده وتاخد طعم الفحم. ونروح نعمل مع بعض دلوقتي البطاطس. هنا كانت طلعت من الفرن، شايفين شكلها ولا التحميرة بتاعتها كانت روعة. والرز بتاعنا جاهز، بياخد حوالي نص ساعة او 3/4 ساعة عشان الكمية. كده الاكل بتاعنا بقى كله جاهز. عايزة اقولك بالظبط كان في ساعتين كل الاكل استوى وجهز، طالما احنا كنا متبلين الفراخ براحتنا وغسلينها من قبليها ومظبطين امورنا على طول. هنا بدأت اجهز الوجبات. طبعا بنختار طبق يكون يناسب نوع الوجبة اللي احنا هنعملها، يعني مش كل مرة هينفع نستخدم نفس الطبق ده. احنا النهاردة الاكل يعتبر نواشف، فمفيش فيه حاجة تدلق ولا شوربة ولا خضار بصلصة ولا الحاجات دي. فانا اخترت العلب اللي اسمها اللانش بوكس ديت علشان احط فيها الوجبات، فيها مكان للرز كده. وعايزه اقول لكم ان دي بتبقى كمان رخيصه، يعني نقدر نجيب منها كميات عادي. بحط كميه رز كده حلوه، وبعد كده بحط واحده من اوراق الفراخ كده المشويه التحفه دي، شايفين شكلها وجمالها عامل ازاي. وبحط بعد كده 3-4 وحدات من البطاطس المشويه. طبعا وفرنا الزيت وصحيه وحلوه جدا، وبرده الاكل بتاعنا ده يعتبر الى حد ما صحي، يعني الفراخ ما فيهاش دهون، البطاطس ما فيهاش دهون، ويدوب على قد الرز. وده كانت شكل وجبات الاطعام بتاعتنا. وحبيت ان انا اطلع معاها النهارده مثلا انت ممكن تطلعي مشروبات غازيه، طبعا تكون حاجه بره المقاطعه، وانا استخدمت النهارده مشروبات غازيه بره المقاطعه. وممكن تحطي حلويات رمضان، ممكن تحطي مشروبات رمضان، بس ده اللي كان متوفر النهارده واستخدمته. وده شكل وجبات الاطعام. عايزه اقول لك ان انت ممكن تطلعي وجبه واحده، دول كنا كلنا مشتركين فيها، الاهل كلهم والزمايل والصحاب، وعملنا احلى وجبات في منتهى الجمال في البيت. يا رب دايما متجمعين على الخير. عايزاك تجربيها حتى لو واحده كل اسبوع،
اطعام خير الصدقات. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.